سماحة الشيخ حافظ طائفة الموحدين الدروز، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، أصحاب الفضيلة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المحامي العام لدى محكمة التمييز، رئيس هيئة التفتيش القضائي، الفعاليات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والإعلامية، المشايخ الأخلاق، أيها الحضور الكريم، حللتم أهلا ووضعتم سهلا، أشرقت الأنوار بقدومكم، وتدفقت الأنور بإطلالتكم، وغررت الطيور بكم، فيا أهلا وسهلا بكم بحفل تكريم القاضي المرحوم الشيخ شريف محمد قيس، وذلك بمناسبة منحه وسام الاستحقاق اللبناني القطبي ذو السعد من قبل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون. وجه له ألف تحية من القلب. حضوركم غير كثير عالم وعلم المرحوم اللي هو منه كثير بعيد عننا، اللي هو عم يشاركنا بهيدي الحفلة من فوق. من أول ما نحكي علينا عن الثاني تبين نحكي عن ثلاث مسؤولية كثير كبيرة. اختاروا أهلي يسموني على اسم المرحوم جدي شريف. شرف عظيم جدا، بس بنفس الوقت عبء كثير كبير. عبء لأنه تبين إن أنا وصغير بنتقل بجوهري للمستوى الأخلاقي الرفيع جدا اللي بيعكس معنا هذا الاسم، للقيم وللمبادئ الرائعة اللي يمتثل فيها وتغني فيها طول حياته مرحوم الشيخ شريف محمد قيس، اللي كان يحب الناس، كان يعشق هذه الحياة، وأهم من هذا كله كان يحبه لربنا. من سنة و7 أشهر على الأقل كان وضعه صعب كثير، كان بالمستشفى بيصيروا كذا شهر عم يتعذب. بتذكر لما كنت عنده على الأوضة محل ما كان يقول بالمستشفى، كان مبين كثير على وجهه تعب، كان عمال وعم يتعذب. قربت عنده كانوا حاطين له تيوب أكسجين عم يفوت بخاره ويتنفس باين عليه. عم يتنفس بصعوبة جدا. جيت قربت لعنده ومسكت له إيده. قلت له جدو قوم يا جدو قوم، ما بدك يوم من الأيام تشوف ولادك عم يرقصوا وعم يغنوا حواليك. قوم يا جدو قوم، ما بدك يوم من الأيام تشوفني عم رجالك على قضاء اسمك اللي كان صداق ينش لقصر العدم. هون شدني على ايدي، فتح عينيه شوي وابتسم وضحك على وجهه. بصدق انه بين اللحظه بالذات كانت عم كذب عليه. كنت عم كذب عليه بس كنت عم جرب انته بالقلم. كنت شايف قديش عم يتعذب. كنت بعرف انه الموت بيريحه، كنت بعرف انه الموت هي سنة الحياة. الإنسان فين؟ العقل بيقدر هذا الشيء، بس القلب قد ما قلبه ما في ما يتعذب، ما في ما يتوجع بالجوع. هذه هي المشكلة، مثل ما بيقولوا بالفرنسي ونرخصيسا في صمص، من نوع الفرصة اللي تيأسوا على صمص، لأن كنا بنقدم وجوده، هذا لازم يتعود على غيره، وآخ أصحى على غياب الناس اللي بنحبها وفيها، شو صعب، شو بوجع القلب بالجوع. بتحسسني بالسلام الداخلي. هذه الآية رقم 32 من سورة الأحزاب بالقرآن الكريم بتقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حضرة الحضور الكريم ضيوفنا الكرام، يوم 10 آسف 2018 بزايد عيد ميلاد المرحوم 93. قبل ما يتوفى بسنة لحسن حظنا أصدر كتاب بعنوان براعة المشاعر في خطوات القلب، بيحكي على أجمل القصائد الشعرية اللي كتبها كل حياته. إحدى القصائد تأثر لي قلبي كثير وتحسسني بالدفء من جوا، كتبها المرحوم من 7 سنين مثل اليوم. اسمحوا لي حضور الكرام ألقي القصيدة عليكم. بسم الله. جئت إلى الدنيا في بلادي ثورة الريح، شددتني وأهلي رضيعا في مسار العصر. أيام صعاب تحملنا مرة وعزيز القوم في غير موطنه صغير. بعدها عدنا إلى ديار المحروم
سداة النوم في فراش وثير، إذا المرء لم يطمح ويعمل على حاله يبقى الكسول بين فقير وأجير. واليوم ما همني إن وهم العظمى مني وعقلي سليم ودام لي الضمير. توفى أسعد البيت وعم تسأسي بقلبه. كان لي الشرف أن ألتقي شخصياً برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جواد فهد مرتين في حياتي. فالقضاء يرمز إليه بفتاة جميلة هادئة تسمى بإله العدل. هي تحمل ميزان العدل وهي معصوبة العينين، فلا ترى وراءه إلا الحق والعدل. لذلك يقال عن القضاة بأنهم معصوبين العينين لأنهم لا يعرفون خصومهم وبالتالي لا يميزون بينهم. فكرسي القضاء لا يسمع إلا همسات الحق والضمير والوجدان، ولا سلطان على القاضي إلا صوت ضميري. فتتأثر هذا الصوت بأي مؤثرات خارجية تزعزع العدالة كلها. إلا أن رئيسنا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جواد لا يؤثر به إلا إيمانه العميق بإحقاق الحق في دولة القانون مهما كان له ذلك للمجهول أو التضحيات. المرة الثانية التي التقيت فيها به كانت فعليا من القطاع السريع، وحيث كان لي الشرف العظيم بأن أقدم له كذلك الشخصي الذي يروي صراعي العنيف مع مرض السرطان. بصراحة بالمرتين تفاجأت بلطف كلامه وتواضعه، فالتواضع هو من شيم الرجال العظماء، فكما قال الإمام الشافعي التواضع من أخلاق الكرام والتكبر من شيم اليوم. القناعة تولد الراحة والتواضع يولد المحبة. كيف لا؟ وقد كرس السيد المسيح وقته على الأرض بترسيخ التواضع كأحد أعظم الفضائل المسيحية. يسعدنا ويشرفنا سيداتي آنساتي سادتي بأن نستمع إلى كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي. شكرا على الكلام. بعرف نابع من القلب، إن شاء الله أكون على مستوى الكلام، وهذا شرف لي أن أكون اليوم بينكم ونتعرف عليكم وعلى خبرة حياتك فيما يخص الصراع مع مرض السرطان وفيما يخص عمل محامي. هذا بفرحنا أن الوجيه الشهيد هو الوجيه السلام، فنتمنى لك كل التوفيق. علمنا جدي منذ صغرنا بأن نكون متعصبين جدا جدا بحبنا لتراب هذا الوطن الغالي على قلبنا لبنان. فلبنان وطن سيد حر مستقل، هو جمهورية ديمقراطية برلمانية، هو عربي الهوية والانتماء، الشعب فيه مصدر السلطان وصاحب السيادة. إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي. أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين ولا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. هذه هي سيداتي أنساتي سادتي المبادئ العامة لجمهوريتنا المكرسة في مقدمة الدستور اللبناني، والتي يسهل على صياغتها رئيسنا فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية بيت العماد هشام عمر. بهذه المناسبة يسعدنا أن نستمع إلى كلمة الممثل عن فخامة رئيس الجمهورية العماد هشام عمر معالي وزير العدل الدكتور سليم جريصافي. تفضل. لم أستعن بقلم ولم أستعن بحبر ولم أستعن بورقة لكي أقول ما سوف أقوله عن الراحل الكريم. عرفته وأنا يافع، وعرفته وأنا طالب في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية في بيروت،
طاغيا وقورا مجتهدا، فيه هدأة النفس، فيه ثقة بالنفس. شريف قيس متوسع فينا جميعا أخلاقيا وعلميا وفي القيم المجتمعية والعالمية، ولذلك عندما اختارنا فخامة رئيس الجمهورية لنمثله في هذا الحفل التكريمي لهذا الشخص، لهذا القاضي، لهذا الأب الكبير، أسرنا لذلك فشرفنا. من هذا الوقت وتقديرا لعطاءات المرحوم القاضي شريف محمد قيس، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد الشيخ عمر منح المرحوم وسام الاستحقاق اللبناني فضل السعد، وكلفني فشرفني أن أسلمه اليوم إلى عائلته الكريمة، مجددا باسم فخامته التعازي للفقيد الكبير، ولكم جميعا الصبر والعفاء والعبر والدخول في حياة هذا الرجل. كمان الارتقاء الى السماويات والى اسم على مسمى الله يوفقك.